السلام عليكم، وحشتوني. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. النهاردة هعمل لكم صينية بطاطس من غير صلصة، وهي معاها فراخ. هتعجبكم قوي. هي بطاطس، هي صينية بطاطس بس معاها شوية خضار كده مشكل، هتديها كده نكهات وطعم حلو، يعني بعيدا عن تقليد بقى البطاطس بس لوحدها والصلصة وبصل كده وبس. هنعمل بقى شوية خضار معاها يعجبوه. عملت طماطم وفلفل الوان وفلفل عادي، كوسة، جزر، بسلة، فاصوليا، شوية طماطم. هننزل بقى بشرايح البطاطس كده. بعد كده هننزل بقى بالبصل اللي احنا فرمينه، مش مفروم قوي خالص، يعني شوية تخين. هننزل عليه بقى بشوية كمون، شوية فلفل اسمر، شوية قرفة، مرقة دجاج. جبت ورق لوري وحبهان وفرمتهم في الكبة، طحنتهم كده. وهنمسك بقى البصل بالتوابل كده على البطاطس وندعكها قوي بيه. ده كده هننزل بقى في كل الخضار اللي عندنا، اي خضار بقى يعني اللي عندك حطيه، مش لازم تحطي كل الخضار ده. ممكن تحطي فلفل بس وطماطم وبصل، ممكن تحطي جزر، بسلة، فاصوليا، اللي عندك حطي. انا بحب الخضار قوي، فانا بحب يعني احط في كل الاكل خضار، يعني بدخل الخضار في كل حاجة. هندعك بقى كل الكلام ده مع بعض عشان التوابل تدخل في كل الخضار. جبت بقى شوية مية وهنزل عليها وكده. حطيت بقى معلقتين سمنة، الفراخ بقى كنت سلقتها وانا حطيت الصينية على البوتاجاز، استوت من فوق. اول بقى ما لقيتها استوت كده هنحط بقى الفراخ. على فكرة انتي ممكن تحطي زيت بس، وممكن تحطي زيت وسمنة، مش لازم سمنة بس. وطبعا انا كنت حطيت الملح. هتدخل بقى الفرن تاخد وش اللون ده، وتطلع بقى تقدموها مع رز وبألف هنا وشفا. جربوها وقولولي.